انا لغايه دلوقتي مفيش مره رسمت طبيعه صامته وحسيت ان هي حاجه مش ممله، او ان هي حتى فيها مشاعر واقدر اعبر فيها عن اللي جوايا. انا هقولك احنا ليه بنتعلم طبيعه صامته. الطبيعه الصامته هي موضوعات بتسهل عليك ان انت تبدا تتعلم الرسم، لان فيها عناصر عباره عن مجموعات من الاشكال الهندسيه، وده بيسهل كتير قوي ان انت تبدا تتعلم العناصر نفسها، او ان انت تعمل اوتلاين للعناصر، تخطط تكوين، وكمان ان انت تبدأ تدرس بشكل اكاديمي قيم الظل والنور على كل نوع من انواع العناصر دي. تمام كده؟ طيب، لما كمان موضوعات الطبيعة الصامتة بتبدأ تكون اقوى شوية او العناصر فيها تتنوع، فبنبدأ ندخل فيها مثلا قماش، خشب، فخار، زجاج، معادن. كل الحاجات دي بتكتر من ممارساتي، والممارسات دي بتديني خبرة في التعامل مع اكتر من خامة. وده طبعا هيخلي عندك قوة في مهاراتك، في ذاكرتك البصرية وتغذيتك البصرية. وكمان تعلم أكاديمي مهم جدا، من غيره مش هتقدر تخلي موهبتك قوية، هتبقى موهبتك هشة. وكمان الحاجات دي كلها هتأهلك ان انت تبدأ تتعلم رسم البورتريه وجسم الإنسان، اللي هو أكتر تعقيدا في خلقه، في النسب التشريحية، في العضلات والعظم، وطبيعة الشعر والبشرة، في كل عنصر من العناصر دي. فطبيعي جدا ان انت تبدأ بشكل بسيط. كمان العناصر في الطبيعة الصامتة اللي بتديك مساحة ان انت تبدأ ان انت تتعلم اكتر من طريقة للتظليل، تعرف ازاي تنتقل من الغوامق للفاتح او من الظلال للإضاءة بشكل كويس، ازاي الانتقالات دي ممكن تكون قوية وممكن تكون ناعمة. فده هيساعدك كتير او ان انت تعمل فورم، او ان انت تجسم العناصر بتاعتك بشكل كويس. حاول وانت بتشتغل طبيعة صامتة انك تقارن تقدر تعمل ده ازاي في البورتريه. اشوفكم على خير.